الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إن قائد الجبهة الغربية والوسطى يعلن عن تشكيل غرفة عمليات في القطاع الغربي الشمالي للساحل السوري، وتضم الألوية والكتائب التالية: اللواء العاشر في الساحل، اللواء الثالث، اللواء الأول جبهة الأصالة والتنمية، فيلق الشام لواء هنانو، كتيبة فتى الإسلام، كتيبة الظاهر بيبرس، كتيبة الشهيد ممدوح جولحة، كتيبة حطين، كتيبة من تجمع أنصار الشام، كتيبة من تجمع لنصرة المظلوم، كتيبة أحفاد عمر، كتيبة الشهيد مصطفى مجذوب. مهمة الغرفة: تنظيم العمل العسكري الثوري لهذه الألوية والكتائب، تنظيم تأمين الدفاع العسكري واللوجستي، رسم الخطط العسكرية وإسناد المهام وتأمين خطوط الدفاع. والله ولي التوفيق.